بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مرحبا بكم في قناة وصفات سهلة واقتصادية كوزين مريم نور. إن شاء الله تكونوا كامل بخير خياتي حباباتي، وانتم تشاهدوا في الفيديو لنهار اليوم. اليوم إن شاء الله راح نعمل معكم وصفة بريوش من أروع الوصفات المطلوبة بقوة. بريوش هذا يجي خفيف رطب كيما القطن. رايحين نعملوه إن شاء الله بطريقة تكون سهلة بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت. راح يجي خفيف ريشة ويبقى مقطن حتى ويبات. إذا عجبتكم طريقتي والوصفة ما تنسونيش باللايك والبارطاج مع لي زامي تواكم. رايحين نبداو بسم الله بالمقادير وطريقة التحضير. نحتاج في هذه الوصفة كاس حليب يكون دافي، كاس إلا ربع ماء يكون دافي. هنا قياس الكاس من 220 حتى 260 مليلتر. هنا المهم قيسوا بأي كأس عندكم، أي قياس متوفر عندكم، المهم بنفس الكيلة. ضفت عليهم كأس إلا ربع من السكر حبيبات، ملعقة تاع خميرة فورية أو خميرة الخبز. ضفت نصف كأس من الزيت وحبة بيض. هنا كمية السكر حسب ذوقكم، إذا حبيتوا البريوش حلو أو ناقص تحبوا تقلوا أو تزيدوا كمية السكر. ضفت ملعقة صغيرة مملوءة من الفانيليا، ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة من الملح، طبعا حسب ذوقكم. نخلط كل هذه المكونات جيدا. رايح نضيف كاس تاع فرينة، طبعا الفرينة من الأحسن تغربلوها، ونخلط بالفوي. نخلط جيدا حتى تدخل الفرينة مع هذا الخليط. نغطيه ونخلي الخليط هذا حتى يختمر أو حتى تتفاعل الخميرة. راح نرجع له ونكمل نضيف الفرينة. ضفت كاس ثاني تاع الفرينة مع نصف كيس خميرة الحلوى وزن 10 جرام. نضيف الكاس الثالث تاع الفرينة، وريحة نستعمل ايدي نخلط حتى تدخل كامل هذه الفرينة في الخليط هذا، ونزيد نكمل نضيف الفرينة. دايما الفرينة ضيفوها بشوية وخلطوا. نكمل نضيف فرينة، هذا الكاس الرابع، نزيد نخلط ونشوف اذا نقصتني فرينة نضيف. طبعا كاين فرينة تشرب وفرينة ما تشربش. هنا ضفت نص كاس تاع فرينة، مجموع الفرينة كامل دالي هذا البريوش 4 كيسان ونص تاع الفرينة. تعجنوها او تطموها بايدكم بهذا الطريقة حتى تتلم لي العجينة. هنا نحطها فوق طاولة العمل. طبعا انا درت شوية تاع الزبدة فوق طاولة العمل، مسحة خفيفة، وممكن ديروا شوية تاع الزيت. ضفت قيس ملعقة أو مبشور حبة تاع ليمون أو برتقال حسب ذوقكم، وملعقة تاع الزبدة أو المارغرين. ونحاول نلمها بهذا الشكل حتى العجين يتشرب كامل هذا الزبدة، طبعا بدون جهد بدون أي تعب. نحطها في الإناء ونخليها تختمر حتى يضاعف حجمها. شوفوا لأنه العجينة خفيفة وتتلصق في اليد كما راكم تشوفوا، مش راح تدي لكم وقت في الخمور، تقريبا 25 حتى 30 دقيقة فقط. طبعا أنا المطبخ تاعي ساخن، إذا كان المطبخ تاعكم بارد سخنوا الفرن تاعكم وطفوه طبعا، ودخلوا العجين تاعكم حتى تختمر. رايح نهبط لها الخمور شوية فقط البنات بهذه الطريقة. كما لاحظتوا أنا طاولة العمل راني دهنتها بشوية تاع الزيت أو الزبدة. نقسم العجين هذا إلى نصفين، بعدها كل نصف نزيد نقسمه إلى نصفين. طبعا هنا اللي ما عندهاش الميزان تستعمل هذه الطريقة. كل نصف رايح نقسمه إلى 4 أقسام متساوية. رايح نشكل كويرات
كيما قلت لكم بنات على كمية السكر أنا درت كأس إلا ربع. نتوما اللي يحب البريوش تاعو حلو أو ناقص، نتوما تحكموا في كمية السكر. دايما البريوش نعرفوا أنه من 5 مغارف فما فوق. بعد ما شكلت كامل الكويرات هذو، جبت الصينية تاعي درت فيها ورق الزبدة، ممكن تدهنوها بالزبدة فقط أو الزيت وترشوها بشوية تاع الفرينة إذا ما عندكمش هذا البابي. عندي الشوكولا رايحة نحشي بها البريوش تاعي. نبسط شوية بسط خفيف فقط، ندير حوالي ملعقة صغيرة تاع الشوكولا ونشكلها بهذه الطريقة. نخلقوا عليها جيدا بالشوكولا ما تخرج لكمش. هنا تحبوا تحشوا البريوش تاعكم وتخلوه عادي بدون حشو يجيكم هايل هايل. راكم عارفين ذراري يحبوا الشوكولا، وخاصة في هذه فترة الاختبارات رانا ندلو فيهم، راكم عارفين باش يخدموا ويجيبوا نقطة مليحة. ان شاء الله ربي يوفقهم كامل وليداتنا ووليداتكم. ممكن تحشو ثاني بمعجون تاع مشماش او حبيبات تاع شوكولا، يعني المتوفر عندكم. بعد ما نشكلهم كامل عندي صفار حبة بيض، حوالي نصف ملعقة من الحليب السائل، شوية فانيليا وقطرة أو قطرتين من الخل فقط. خلط جيدا. بعدها نبدأ ندهن في البريوش تاعي. طبعا أنا دهنته هنا قبل الاختمار، لأنه كاين بعض المبتدئات كي يجوا يدهنوا البريوش تاعهم يتفشلهم. من الأحسن ادهنوه قبل لا يختمر باش ما يتفشلكمش. ديجا كما راكم تشوفوا هنا البريوش تاعي راهو بدا يختمر. بعد ما ندهنو كامل هنا رشيت عليه شويه تاع الكاوكاو، او ممكن ديروا اي مكسرات عندكم، او ممكن ديروا الشوكولا فيرميسال عادي زينوا بها، او ممكن ترشوا عليه سكر حبيبات او جلجلان. انا درت كاوكاو وجلجلان، وكاين حبة درت لهم السكر العادي. ممكن انكم تعملوه بدون تزيين ويجي ما شاء الله. رايحه نخلي البريوش تاعي في المطبخ كما راكم تشوفوا بلا ما نغطيه، نخليه حتى يختمر ويضاعف حجمه تماما. بعدها رايحه ندخله للفرن، طبعا يكون مسخن من قبل على 160 درجه. طبعا انا الفرن تاعي او عندي الفرن الكهربائي هذا يشعل من الفوق لتحت، انا شعلت له على مره واحده من الفوق لتحت، ما تدليش وقت في الطياب. نتوما اذا ما عندكمش الفرن تاعكم يشعل من الفوق لتحت، اشعلوا له فقط من الاسفل. كي تشوفوا بدا يتحمر في الاطراف، عاودوا هبطوا البريوش تاعكم اسفل الفرن وشعلوا عليه من الفوق حتى يتحمر وياخذ لون واحد بهذا الشكل تحصلوا عليه جي ما شاء الله. بعد ما خرجته مباشرة رايحة نغطيه ونخليه يبرد قليلا فقط. بعدها نكمل له التزيين. انا هنا كاضافه البنات دهنته بشويه تاع المعجون، ممكن تدهنوه بالعسل او تخلوه عادي بدون دهن، مش ضروري انكم تدهنوه. يجي ما شاء الله، يجي خفيف ريشه مقطن كما راكم تلاحظوا. رايحه نقسم لكم حبه باش تشوفوه كيف جا من داخل. كما قلت لكم تحبوا تحشوه او تعملوه بلا حشو يجي ما شاء الله. وكان هذا الشكل النهائي لوصفة بريوش تاعنا. كما راكم تشوفوا جا خفيف خفيف رطب مقطن، جا روعة روعة، من أروع وأطيب الوصفات المطلوبة بقوة، وخاصة في فصل الشتاء. حضرناه بطريقة سهلة بمكونات اقتصادية ويبقى مقطن حتى ويبات. إذا عجبتكم طريقتي والوصفة ما تنسونيش باللايك والبارتاج مع لي زامي تاعكم. وصلنا لنهاية وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. تهلاو في روحكم ونتلاقاو في وصفات أخرى عن قريب. مع السلامة، في أمان الله.